سمك البوري من غير قلي ولا شوي ولا وجع دماغ. يلا بينا نشوف الطريقه. لو اول مره تشوفي قناتي متنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصل لك كل جديد. اول حاجه يا بنات هنجيب السمك البوري من المحل وننضفه كويس جدا، وكمان هنقعه في ميه بملح بليمون حوالي تلت ساعه كده، وبعد كده نصفيه وننشفه بمناديل من جوه ومن بره ونعمله فتحات بحيث ان مفيش اي حاجه تتجمع جوه خالص عشان السمك يشرب التتبيله كويس. زي ما انتم شايفين كده انا عملت فتحات من جوه ومن بره، يعني من قدام ومن ظهرها، من الوش ومن الظهر. تشوف بقى الخلطه التحفه دي عامله ازاي. عملتها مع نفسي كده علشان ما تضيعش وقت. عملت طماطم وفلفل وجزر وبصل، وكمان حطيت عليها توم مفروم وملح وكمون وكزبره وهريسه شطه وليمونه كبيره كامله. لو عندك ليمون صغير حطي ليمونتين. تمام يا بنات، اللي انا وريته لكم ده ملح وفلفل، ملح وكمون وكزبره. عايز تحطي شطه براحتك. هنتبل بيها بقى السمك نفسه من بره ومن جوه. تمام اهو، بحيث الناس اللي ما بتحبش الحشوه او لو في اطفال صغيرين ما بيحبوش الحشوه هتكون السمكه نفسها متبله. هنتبلها كده من بره ومن جوه وما بين الفتحات اللي احنا عملناها دي يا بنات. اهو هتدي طعم حلو قوي من بره ومن جوه. تاني نقول التتبيله اللي احنا عملناها: طماطم، جزر، فلفل حار او بارد، وكمان بصلايه صغيره. طبعا عايزه تكتري تقللي براحتك، انا عامله كميه كبيره شويه علشان هتشوفوا انا هعمل فيها ايه بالباقي لما تكملوا معايا الفيديو ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده انا تبلت السمكه نفسها اهو زي ما انتم شايفين، وكمان معايا ليمونه كبيره هبتدي اعصرها على السمك من بره كده ومن وشه ومن ظهره. تمام ان شاء الله كل التفاصيل دي وكل التتبيلات وكل الكلام اللي انا قلته في الفيديو ان شاء الله هتلاقوه برضو في صندوق الوصف لو حد حابب ياخد سكرين للوصفة. زي ما انتم شايفين كده هبتدي اعصر الليمون على الوش وعلى الظهر. نبتدي نعصر كده. كل الكلام ده يا بنات هيدخل من جوه ومن بره وما بين الفتحات دي، فتحس ان السمكة طعمها حلو قوي. يلا بينا بقى نحشي السمكة. اهو زي ما انتم شايفين كده الريحة بتاعته تحفة يا بنات، تحفة بجد اهو. وابتدي كمان ينزل ميته لان الخضار دي كلها بتنزل ميتها. الكميه زي ما انت حابه، مش حابه تضيفي بصل ما تحطيش، مش حابه تضيفي طماطم برضو ما تحطيش، بس انا عن نفسي ما بكترش الطماطم. هبتدي بقى احشي السمك من جوه اهو. طبعا قلب السمكه نضيف ومتصفي وجايبه مناديل طبعا ومصفيه. هحشي بقى السمكه كويس جدا واكمل باقي الكميه يا بنات. دلوقتي بقى نجيب صينيه او صاج عادي ياخد على حجم السمك يعني، وهفرش فيه بقى هحط الاول كده معلقه زيت، بس المعلقه دي كبيره. تمام، لان كده كده سمك البوري من انواع الاسماك الدسمه، فكده كده بتنزل دهون. هبتدي بقى كده بفرشه كده امسح الزيت، وبواقي الزيت طبعا مش هنرميها ومش هنسيبها في الصاج، لا هنجيب الطبق صغير كده نحط فيه، وان شاء الله معلقه الزيت دي هنستخدمها في اخر الوصفه اهو. دلوقتي يا بنات لو مش حابه تعملي الخطوه اللي انا هعملها دلوقتي ما تعمليهاش، عايزه تحطي السمك على طول حطيه. انا عن نفسي يعني هحط الصوص او التتبيله اللي انا عملتها اللي هي الطماطم والفلفل والجزر والبصل والثوم والكمون والكزبره والشطه والليمون. تمام، بعملها زي ارضيه كده او فرشه للسمك. دي بقى لو قلبتيها كده يعني لو كلتيها بالرز او كلتيها بالعيش بتديكي طعم حلو قوي. تمام. وكمان يا بنات بتحمي ان السمكه ما يعني ما تلزقش في الصينيه. تمام. انت مثلا لو مش حابه انك تعملي الخطوه دي ما تحطيهاش، بس هتدهني معلقه زيت كبيره في الصاج وتحطي السمك عادي. بس صراحه التتبيله دي بتدي طعم حلو قوي 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 للسمك. هبتدي كده بقى ارص السمك، ما احاولش ان انا الزقه في بعضه، بس زي ما انتم شايفين كده في فتحه بطن السمك قصاد فتحه بطن السمكه التانية علشان الحشوه اللي فيها ما تقعش اهو. ابتدي كده بقى التالتة كده حطيت 2 قصاد بعض، والتالتة حطيتها كده، وكمان الرابعه هحطها قصادها كده. ما نلزقهمش في بعضهم يا بنات علشان يستووا سوا كويس. دي بقى بقيه التتبيله. طبعا زي ما قلت لكم التتبيله ابتدت تنزل ميه، حطيتها على الوش. دلوقتي بقى معلقه الزيت اللي احنا خدناها دي هنمسح بيها على وش
السمك بتاعنا اهو. عايزه بقى تجيبي شرايح بصل او شرايح فلفل او شرايح ليمون وتحطي على الوش براحتك، بس انا حابه اقدمها كده. دلوقتي يا بنات هنعمل ايه؟ هجيب حوالي ربع كوبايه ميه، بس الصراحه ما صورتهاش معاكم. ربع كوبايه ميه احطها في الصينيه علشان تستوي على درجه حراره 200 في الصاجه من تحت، بس لازم تكوني متابعاها كويس جدا جدا. تمام. لو عايزه تحطي كده من غير ميه براحتك، بس السمك البوري بياخد وقت شويه غير اي نوع سمك تاني. شايفين بقى النتيجه عامله ازاي؟ انا بتابعها في الفرن، يعني خدت حوالي يعني ربع ساعه، مش اكتر من كده، برضو على حسب حراره فرنك. بصوا الحشوه، مش عايزه اقول لكم الريحه تحفه تحفه بجد، والتتبيله بتاعتها تحفه. هنقدم معاها رز ابيض او رز صياديه، وكمان طبق سلطه كده ايه خطير. ممكن تعمليها مع عيش وبابا غنوج وطبق سلطه كده او سلطات طحينه. اتمنى فيديو النهارده يعجبك. لو اول مره تشوفي قناتي متنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.